حليت عيني في واحد العائله، كنت انا هي البنت الثانيه. فالام ديالي كانت كتولد دغيا. ولدت اختي اللي كبر مني، من بعد عام ولدتني. يا بخي انا يلاه تزاديت عاود حملات باختي الثالثه. وفي ديك الحاله ما قدرتش يعني تواكبنا كاملين ما بين الحماله وهذا. هزتني حطتني عند جداتي جلست عندها حتى وصلت ل7 سنين. وكنت صراحه كانت هذيك السيده كتبغيني بزاف، وانا انا كنبغيها بزاف. عاملتني مزيان حتى وصلت 7 سنين. فاش غندخل لدارها جابوني. رجعت لدارنا. ملي رجعت لدارنا لقيت واحد الجو اخر. لقيت باللي انا بعيده منهم كلهم. لقيت بواحد المعامله خاصه من عند الاب ديالي. فبقيت كنمشي للمدرسه. يعني الامور كانت صعبه. حتى بديت كنكبر. ما نقولش لكم انا زوينه، ربي عطاني حقي في الزين. فكنت كنخرج نمشي للمدرسه وكنت باقا مينور. وكانوا الناس كيجيو يخطبوني بزاف من الدار. واحد المره في المدينه اللي كنسكن فيها كيجيو ليها لي توريست. فيو كو كيجيو ليها توريست بزاف. ف شحال مره واحد المره تبعني سعودي حتى للدار. طلب يدي من الوالد ديالي وانا رفضت، ما بغيتش. والاب ديالي تخاصم معايا ونعدني بكلام ساقط. عاود جاو الناس بزاف كيخطبوني وانا ما بغيتش. انا الفكره ديالي كانت انني نخرج على برا. فواحد النهار كبرت شويه وجيت للدار فتعطلت. الاب ديالي ضربني وقبل ما يضربني تحرش بيا، يعني قدام الام ديالي. قاصني في بلايص ما خاش الاب يقيسهم لبنته، وقاصني بواحد الطريقه اللي متعمده وقدام الام ديالي وهي كتشوف. فانا تشوكيت وبقيت كنهضر مع ماما كنقول لها فوالا راه دار ليا ودار ليا قدامك، وهي شافت وتقول لي نو. قلت لها انا مريضه. مشيت قلتها للعائله، مشيت قلتها لجداتي وهذا. وهي باش تقول للناس راه راجلها نو سي سي ان غالون ما يديرش هادشي، اب مثالي وهذا. مشات داتني عند ان بسيكولوج ان بسيكياتر. بجوجهم كيقولوا لها بلي ما عندي حتى شي اضطراب، ولا الحمد لله انا بخير. عاود داتني عند طبيب اخر، داتني عند جينيكولوج باش تقلبني زعما واش لقاتني مزيان، ما عندي حتى شي مشكل، ما تندير حتى شي حاجه خايبه. فاش رجعت للدار و يعني بحال شوهت السمعه ديال الاب ديالي، وليت غير العنف. واحد النهار انا هربت من دارنا، ما بغيتش نبقى معاهم. هربت عام ونص وانا على برا. الحمد لله ما درتش حاجه خايبه، ما تبليت، ما درت شي حاجه خايبه. فانا كنت كنعيش لان واحد الشخص اللي غيولي الزوج ديالي فرنسي. هو كان كيجي وهو كان كيخلص ليا كلشي، وناطوندون نولي ماجور باش نديرو لاكس ويديني. كان كيبغيني بزاف. وفعلا اختي بقيت عام ونص، اختي بقات كتطلبني وكشاده معايا التليفون حتى رجعت المعامله. قلت لهم فوالا راني كنتزوج. عرفوا بلي ما كنتش في الزنقه، ما كنتش هذا. كان السيد يعني كيصرف عليا وكل شيء، وراه ناويين الزواج. وناطوندون نوصل 18 فوصلت 18 الحمد لله. جا دار لي عرس زوين كل شيء، داني مع فرنسا. جيت لفرنسا بديت كنخدم وكنعاونهم. كنعاون ماما. انا الاب ديالي ملي تحرش بيا ما بقاش عندي معاه، ما بديت كنكرهو. فالام ديالي هي اللي دايره لي داك، كتمانيبوليني مزيان. الوغ الله يرضي عليك. وفي ديك الوقيته اعترفت ليا باللي وي راه شفت باك دار لك هكا، مي خفت من سميتو واحد الخايب واحد هذا. بدات كتقول لي باللي داكشي اللي قلت انا راه بصح راه ماشي كذوب. المهم بقيت كنعاونها واحد الوقيته. من بعد 3 سنين الزواج زوجي في يعني الثقافه ديال هنايا ديال الاوروبيه هما عندهم داكشي بالعكس. يعني الاباء اللي تيعاونوا ولادهم ماشي العكس. هي كتخدم بزاف، قال لها سي ترو داكشي كله اللي كتربحي كتصيفطي خدي لك نتيا ديري بيه وهذا. يعني حتى ما يبقاش تيصرف عليها حيت هما هنا راكم عارفين. فما بغاتش، قالت لي شوف انا نعاون الام ديالي اليوم وغدا وبعدو ونطلقوا. وديجا قالت يعني ما كانش عندي معاه بزاف. طلقت منه. شاءت الاقدار انني تلاقيت بواحد السيد اللي ماديا مزيان وبغيته بزاف لانه واحد الانسان حنين بزاف لواحد الدرجه ما تصورش. فمشى للمغرب، دار لي عراسيه عاود كبيره. والوالدين ديالي كانت عندهم واحد القطعه ارضيه والام ديالي استمرت انها تولد. الام ديالي بقات غير كتولد لدرجه ان عندي انا اختي عندها دابا، انا عندي 28 عندي اختي عندها 3 باش نقول لكم. فالناس كيقولوا عندهم اون روتريت ديال 150 اورو بار موا، ولكن كيولدوا شكون اللي يهز لهم؟ انا اللي كنت كنصرف عليهم. فهاد راجلي
دابا 6 وانا مزوجه به. الحمد لله. كان عندهم واحد طيغان وخدينا 45 الف اورو، يعني 45 مليون، وعطيناها لهم باش بناو حتى للكاتريام ايطاج. وكنصيفط لهم راجلي تيصيفط لهم بوحدو من عنده 1000 اورو باغ موا، وانا كل مره تعيط ليه تقول لي واه كنغسلوا الماء في الطواليت ما عندناش الخاسره هنا، وانا يعني عطيتهم 45 باش يصلحوا الدار. المهم بقات الامور بحال هكاك. مؤخرا انا حامله وما بقى لي دعيو معايا ربي يفكني على خير، وبقى لي والو نولد. فعيطت لها في التليفون حتى لا سيتوياسيون ديالنا فينونسيير ما بقاتش كيف قبل. راجلي بدا كيخدم موال، عرفتي الظروف ابخي كوفيد كلشي تبدل. فعيطت لها قلت لها شوف راه راجلي ما يقدرش يبقى يصيفط لكم هذيك 1000 اورو باغ موا، غيصيفط لكم غير 500 يعني، وصبري عليا واحد شويه لو طون كون ولد، ودوز واحد عام ولا عامين بما ولدي زعما كبر باش نديه لاكريش ونعاونكم حتى انا نبدا نخدم ونعاونكم. فقطعوا عليا التليفون، بلوكاوني. المعيور انا ما صيفطتكش تما باش تزوجي وتولدي وتقابلي، انا صيفطتك تما باش تخدمي عليا. على فكره انا راجلي الاول فاش طلقت منه راه قلت لماما انني غنطلق منه على سببكم، يعني انا غنطلق منه حيت هو قال لي حبسي المساعدات على داركم، وما قالتش لي زعما نو سيري راجلك هو الاول ولا. دابا راجلي الثاني انا كنبغي ما نقدرش نتفرق عليه، انسان حنين ومهلي فيا. وغير مؤخرا بدل لي مسكين الطوموبيل كدير شي 27000 اورو، وطوموبيلتي القديمه اللي مازال زوينه عطيتها لختي اللي كاينه في واحد الدوله اوروبيه اخرى. ما كيتحاسبش معايا ما كيقول لي والو، ولكن في هذه الوقيته هذه حنا ما عندناش، يعني حنا عايشين مزيان الحمد لله، داري زوينه مهلي فيا وكل شيء ما خلصني حتى خير، ولكن ما عندناش الامكانيات دابا باش نبقاو نعاونوا داكشي اللي كنا كنديرو قبل. ف7 سنين قربنا نكملوا 7 سنين، يعني كتصيفطي 7000 اورو في الشهر. اون بليس قالت لي راه كنا كنوصلوا حتى ل 1800 1900، لان انا كنت كنصيفط بوحدي وراجلي كندير لهم 1000 اورو باغ موا. ما بغاوش 500. بلوكاوني كلهم، بلوكاتني الام ديالي الاب ديالي خوتي تما خوتي الصغار اللي كاينين تما بلوكاوني، لانهم كانوا كيمشيو مدرسه بريفي وانا اللي كنت كنخلص ليهم. فاليوم انا حطيت في المرتبه الاولى وليداتي وولدي وانا وراجلي، وعاد نشوفهم هما ما تقبلوهاش. الحياه ولات غير بالفلوس، الحب ولا غير بالفلوس. مرت بزاف، مشيت عند ام سيكولوج، وكان سيرتو فاش حملت وتصور البنت ملي تعرف راسها حامله كتبغي تفرح الام ديالها ومامتها. فصيفط ليها ليكوغرافي وقلت لها فوالا ماما راني حامله وهذا وفرحانه. ما فرحتش ليا بولدي وهادشي اثر فيا بزاف. هذه قصه ديالي كنعاودها لكم باش تكون عبره. عطيو بالقياس، لانني انا كنت كنعطي هذيك 300 اورو هبطتها دابا ل 200 ميم تكون عندي كانوا غيقنعوا، ولكن انا كنت كنعطيهم بزاف وكان الغلط ديالي. وانا اليوم كنقول لكم انا كنتحمل الغلطه، يعني النتائج ديال الغلط ديالي قطعوا معايا. فهذه هي النتيجه الاخيره اللي ممكن توصلوا ليها الا عطيتو بلا قياس وعطيتو بزاف واحد الوقيته، لان الاوقات كتبدل، اليوم عندك غدا ما عندكش. هما ما تيفهموش اليوم عندك وغدا ما عندكش، كيفهموا باللي عندك ديما غتعطينا ديما صافا، ما تعطيناش ديما الله يعاونك. خذوا قصتي عبره لكم. صراحه هذه قصه ديال الاخت اللي عيطها واحد الاخت غزاله زوينه، لان صيفطت لي التصويره ديالها ابخي. واحد البنيه كتحمق بزين وظريفه ومؤدبه، واحد الله يكمل عليها بالخير. دعيو معاها الله يفكها على خير، مسكينه قلبت تولد. قالت لي دوزي للناس قصتي وقول لهم يعطيو غير بالقياس. الكلمه اللي كنقول لكم ديما عطيو بالقياس، ما تعطيوش بزاف، لان الوقت كتبدل والناس ما كتبغيكش تبدل عليها. يعني انت ربي اللي عالم بك، تقدر يكون عندك ودا ما عندكش، ماشي سوق همومه، كتعطيهم بحال البارح. لهذا عطيو بالقياس، واخا يكون عندك اليوم بزاف عطي غير شويه باش تعوضهم على داك شويه.